أنا منى عيد، اشتركت في البرنامج من مايو 2019. بعد ما أخدت كورس البوليت وومن مع إيمان، حسيت إن يعني بدأنا نتحرك كده، وكان في درجة من الوعي الحمد لله عليت، وبدأنا نحط أهداف عشان نشتغل عليها. وكنت محتاجة حاجة تساعدني، حاجة مستوى يكون أعلى شوية يساعدني علشان أقدر أتحرك في الأهداف دي وأمشي فيها بقى بخطى ثابتة يعني بإذن الله. الحقيقة البرنامج يعني دسم وعميق، وبيساعدنا ان احنا نبص لحياتنا بشكل متكامل. بنشوف الصورة كاملة، وبنشوف كمان كل التفاصيل اللي فيها. يعني بنحاول نعمل توازن ما بين يعني ما بيننا احنا ذواتنا، احنا كبني ادمين، وعلاقاتنا واحلامنا واهدافنا في شغلنا او في شغفنا. فبدل ما تبقى الأهداف دي كأنها يعني متفرقة كده أو متباعدة، البرنامج بيحاول يحطها في نسيج متجانس ومتناغم مع بعضه، بحيث إن الواحد يقدر في الآخر يوصل لحالة كده من النجاح والرضا الداخلي والخارجي. الدراسة أونلاين كانت تحدي. يعني معظمنا بيحب التفاعل المباشر، خصوصا مع إيمان، لأن هي ما شاء الله ليها حضور وروح مختلفة مميزة في الحضور وجها لوجه يعني. لكن لما جربنا ان احنا ناخد البرنامج اونلاين، لقينا ان نفس الروح الحمد لله موجودة. روح إيمان طالعة في الفيديوهات، احنا متفاعلين على الحلقات كلها، بنسمع الفيديو، واي حد عنده سؤال بيسأل وإيمان بترد عليه، وممكن نتناقش. فما حسيتش ان في انفصال بيني وبين إيمان. وكمان كان في ميزة تانية، ان الفيديوهات معانا طول الوقت. يعني انا واخده البرنامج من 2019 لغايه النهارده، كل شويه بحاول ان انا يعني بحتاج ان انا ابص بصه تانية. فلما برجع للفيديوهات بحس ان كأن بقى فيه مستوى اعمق، ونفس الفيديو اللي انا سمعته قبل كده بكتشف فيه حاجات مهمه انا محتاجاها دلوقتي. فدي ميزه الحقيقه في الاونلاين. يعني ما كناش بنعرف نرجع للحاجات دي تاني لما كنا بناخد الحاجات لايف. طبعا البرنامج كان مجموعة حلقات يعني ما شاء الله كاملة ومتكاملة، وبقينا دلوقتي لما بنرجع تاني للحلقات عشان نسمعها، اكتشفنا ان إيمان حطت يعني محتوى إضافي، حلقات تانية وكتب مرشحة تانية علشان تساعدنا ما نبقاش واقفين. يعني احنا مش مجرد ان احنا خدنا المعلومات دي ووقفنا على كده، كل واحد لسه بيبقى محتاج يتعلم تاني ويزود مهارات تاني. فالحقيقة إيمان معانا على طول، انها يعني بتدعمنا وبتزودنا بمصادر وبمعلومات تانية محتاجينها. فدي حاجة الحقيقة جميلة جدا، ان البرنامج ما هواش ثابت، البرنامج كل شوية بيضاف. وإيمان دايما بتحب ان احنا نزود يعني العلم اللي عندنا والمهارات اللي تساعدنا عشان نوصل للنجاح. الحقيقة البرنامج يعني نور معايا لمض كتير قوي. نور لمض ايام ما كنا بنشتغل لسه في البرنامج من 2019، وكل ما برجع للكراسة تاني واقرا الكلام اللي انا كنت كاتباه، بتفاجئ ان في حاجات انا كنت يعني وانا بكتبها حاسه انها كانها حلم بعيد قوي. النهارده فوجئت ان في حاجات منها اتحققت، حتى لو انا يعني ما كنتش واخده بالي، بس هي كأن في حاجات كده اتخزنت في عقلي الباطن، وبقيت انا متجهه ليها، ولقيتني فعلا حاجات انا بقيت لمساها، ما بقيتش مجرد حلم. فدي حاجة الحقيقة كانت جميلة، ان الواحد ممكن بيبقى يعني ما يخليش طموحه قصير كده، سقف الطموح ممكن يخليه بعيد، ومجرد ما بيبدأ يسعى بيلاقي كده الدنيا كلها ماشية معاه، وربنا بيوفقه وبيبعت له الحاجات اللي يعني تساعده وتسانده في طريقه يعني. فالحمد لله النهارده حاسه ان في نقله كبيره حصلت الحمد لله، وفي حاجات كتيره من اللي انا كنت بحلم بيها في 2019 بدات تتحقق فعلا على ارض الواقع، ولمساها جدا جدا الحمد لله. البرنامج فرق طبعا في مستوى العادات اليوميه بتاعتي، لان اي نجاح بيبقى ليه ضريبه. يعني الواحد لو عايز يعمل نقلة في حياته ما ينفعش يفضل مستمر بنفس نمط الحياة اللي هو كان عايشه وهو بني آدم عادي يعني. فلازم الواحد يبقى يعني، أو ضروري يعني بلاش لازم
ضروري الواحد يبقى ملتزم بعادات صحية في الأكل وفي النوم والصحيان وممارسة الرياضة، وإزاي نغذي عقلنا، وإزاي لو الواحد عايز يعني يحقق نجاح في مجال معين، ازاي يعني بيوفر له وقت ويخصص له وقت ان هو يشتغل فيه. فطبعا المهارات كمان المهارات فرقت كتير، اني بقيت يعني بشوف ايه المهارة اللي انا فعلا محتاجاها. يعني احنا بنسمع كتير قوي عن ان في كورس مهم نروح نحضره، وفي كتاب خطير نزل نروح نشتريه. قبل ما اجري ورا الناس اللي بتعمل كده اشوف هو انا محتاجه ده فعلا في سكه النجاح الحقيقي بتاعي ولا لا. لو لقيت ان هو هيخدم يعني رحلتي بعمله، لكن لو لا يبقى خلاص ده بالنسبه لي يعتبر كانه مشتتات. فالحمد لله الموضوع ده خلى يعني التركيز عندنا بقى اكتر كتير، وبقيت بسعى اني ازود المهارات اللي انا محتاجاها، سواء مهارات لحاجات خاصة أنا بيا أو بعلاقاتي أو بمجال الشغل والشغف بتاعي. يعني عايزة أقول حاجة في الفيجن بورد وفي لايف ويل. الحتتين دول بالذات لأن هم بيعتمدوا على الرؤية، وأنا من النوع البصري، فبيفرق معايا قوي الشكل وبيتخزن في عقلي. يعني احنا أول ما عملنا اللايف ويل وأول ما عملنا الفيجن بورد أو الرؤية، كنت بحس انها كأنها يعني متقسمة كده بخطوط. مع الوقت ومع الممارسة الخطوط دي بدأت تتلاشى، وبدأت يعني يبقى في كده انسجام وتناغم ما بين الحتت المختلفة دي، كأنها بتعمل كده لوحة فنية، ما هياش مجرد محطات أو جزر منعزلة. فدي الحقيقة حاجة جميلة جدا لمستها قوي، خصوصا وانا ببص على الفيجن بورد برضو لقيت ان في حاجات كتيرة انا كنت حاطة الصورة بتاعتها لانها حاجة هتتحقق في المستقبل البعيد، الحمد لله اتحققت النهاردة. فكأن الصور دي بقت متحركة، مبقتش حاجة مجرد حاجة ساكنة يعني. فدي فرقت معي جدا. طبعا يعني بالتوازي بقى مع البرنامج الكوميونيتي الهايل اللي احنا بنشتغل فيه، كل الأعضاء اللي بينضموا يعني لنادي النجاح، طبعا فيه روح جميلة وفيه تعاون وفيه حب ودعم، وأي حد بيبقى محتاج حاجة بيلاقي اللي يساعده واللي يسنده، واللي بيحس ان هو يعني الدنيا خدته او بيتراجع شوية بيلاقي الصحبة اللي تسنده وتطلعه لقدام. فالحقيقة دي حاجة جميلة جدا جدا، وبنشكر إيمان عليها جدا جدا.